بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن المناظر السابقة كانت مناظر مؤلمة للغاية. هذه النعمة التي امتن الله عز وجل بها علينا تعاملنا معها بهذه الصورة المؤلمة جدا. الله سبحانه وتعالى لما قال لئن شكرتم لأزيدنكم، نفهم منها أن الشكر سيكون سبب في زيادة النعمة، وأن عدم الشكر قد يتسبب في الحرمان من هذه النعمة. وقطعا هذه الصورة السابقة ليست من الشكر في حال من الأحوال. نرجو من الجميع حقيقة إعادة النظر في تعاملنا مع هذه النعمة. هذه نعمة امتن الله عز وجل بها علينا، لا يعقل ولا يقبل أبدا أن يكون مصيرها إلى هذا المصير. لماذا الإنسان بداية يترك لنفسه مساحة من الانطلاق ويتبعها يعني ما أرادت وما أحبت، ويأخذ كمية قد لا يكون يحتاج إلى ربع هذه الكمية، وبالتالي يتسبب في رمي مثل هذه الأشياء؟ لو الإنسان استشعر أن هذه النعمة أتت إلينا بعد تعب كبير ومجهود كبير ومسافات كبيرة، وأنها زوالة النعمة، قطعا سيتغير تعاملنا مع النعمة. لو تأمل الإنسان في حال بعض من يقف بجواره ممن لا يملك قيمة شراء هذه النعمة، قطعا سيتغير تعاملنا مع هذه النعمة. احكي لي شو عم تسووا هلا انتم هون بالأرض؟ هنهرهر التمر وناكل حبات تمر. طيب ليش عم تهرهروا هون؟ إني جوعانين ما عنا أكل. حسبي الله ونعم الوكيل. بتعرف نشودي؟ بطننا فاضي من الصبح. بطنك فاضي؟ الصبح. ايه شيخي، ايه والله العظيم ما أكلت أبدا. ايه ها؟ ما أكلت أبدا من الصبح. ما أكلت شيء؟ ولا شيء. بطنك فاضي؟ فاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يعني رؤية الإنسان لأمثال هؤلاء ورؤيته لأطفال صغار يعيشون مثل هذه المعيشة، ثم تذكره لأطفاله أحيانا وهم يعيشون عيشة يعني أحسن منهم بكثير، يعني في بيوتهم ودراستهم. يعني الواحد منا أحيانا ربما يشتري أحيانا لطفله لعبة يعني ب200 ريال 300 ريال، والطفل يلعب بها ربما نصف يوم يكسرها، بينما هؤلاء هال 200 ريال التي تعطيها له هي بالنسبة له يعني يستطيع أن يعيش بها أحيانا يعني مدة طويلة. يعني ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم. حرام اللي تسوونه، ترى ما يرضي الرحمن. أشوف بعيني إسراف يضايق خاطر الشفقة، وينام بحضني عيالي